صحف العالم طبعا تحدثت عن فوز المنتخب المغربي على المنتخب الاسباني. ماركا الاسبانيه قالت فشل ذريع، تتكلم على المنتخب الاسباني طبعا، وقالت المغرب ترسل اسبانيا سريعا الى ارض الوطن. اما صحيفه اس فقالت اسبانيا تموت مجددا كما حدث في روسيا، لعبه ال1000 تمريره اصطدمت بجدار مغربي منيع. صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه ايضا قالت اسبانيا تودع المونديال بركلات الترجيح والمغرب تصنع التاريخ. صحيفه سبورت الاسبانيه ايضا قالت ركلات الترجيح تقتل اسبانيا والمغرب صنعت التاريخ. اما ديلي ميل الانجليزيه فقالت اسبانيا خارج كاس العالم، وبونو كان بطلا بلا منازع ب3 ركلات ترجيح ليكتب التاريخ مع المغرب. موقع ديلي ستار الانجليزي قال يوم رائع، بونو يتصدى لكل ركلات الترجيح ويقصي اسبانيا من المونديال. جارديان الانجليزيه قالت المغرب تصعق اسبانيا وتقصيها خارج كاس العالم، وبونو كان البطل بلا منازع. من ايطاليا لجازيتا السبور قالت منتخب المغرب مذهل بعد اقصاء اسبانيا وكتابه انجاز تاريخ للعرب وافريقيا. صحيفه صحيفه ديلي سبورت ايضا الايطاليه قالت المغرب تطير الى ربع النهائي وترسل اسبانيا الى بلادها سريعا. ده فيما يخص مباراة المنتخب المغربي امام المنتخب الاسباني.